يا صباح الورد، يا رب كل المتابعين في صحة وخير. هنعمل الفراخ التكة، هتطلع معاكي ناجحة وجميلة جدا زي ما بتشتريها من بره. الاول كده للناس اللي مش بتعرف تقطع الفراخ، بنجيب الفرخة وبنمسكها من عند الورك، نقطعها بالطريقة دي، ومن سلسلة الظهر بنبتدي نقطع بالسكينة كده، ونقطع الصدر على نصين بالطريقة ديت. دي حاجة سريعة كده، وانا هبقى انزل فيديو ان انت ازاي تقطعي الفراخ بكذا حجم. كده احنا حضرنا عندنا حاجة الفراخ التكة. هي بسيطة جدا بس النتيجة بتبقى حلوة قوي. هنجيب معانا كوبايتين من الزبادي، هنزل عليهم بمعلقة صلصة، معلقة صغيرة من البهارات، نص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا الحمراء، والملح حسب الرغبة، وحسب رغبة كل حد بيحب الملح قد ايه في الأكل. وابتدي بعد كده أجيب لون أحمر. الفراخ التكة بتبقى مميزة ان بيبقى لونها أحمر جدا، فبنجيب لون طعام أحمر على حسب ما انتي بتحطي. أنا هنا حطيت كمية صغيرة، لكن في ناس بتحب الفراخ لونها احمر قوي، فممكن تكتري شوية في اللون. وتبتدي تقلبي الخلطة كلها مع بعض. هي دي خلطة الفراخ، هي بسيطة وسهلة، لكن بتديكي في الاخر شكل وطعم حلو جدا. هنقلب في الخلطة كويس. طبعا انا الفراخ بعد ما قطعتها غسلناها كويس جدا بالمية وبالملح، وسبناها تتصفى حلو جدا من المية بتاعتها. هبتدي احط على الخلطة معلقة بصل بودر ومعلقة سمنة. عايزة تحطي سمنة تمام، عايزة تحطي بدل السمنة زيت مش مشكلة، هي اساسها الزيت، لكن انا حطيت سمنة عشان تديني طعم احلى واقوى. ونقلب بعد كده الكلام ده كله مع بعض، الخليط ده كله مع البصل البودر والسمنة. زي ما قلتلك لازم الفراخ تبقى مغسولة حلو جدا، وتسيبيها تتصفى علشان الطعم بتاع الخليط يبقى معاكي ظاهر حلو قوي في الفراخ. بعد ما حضرنا الخليط كده هنجيب الفراخ ونمسكها كلها بالخلطة، بكل يعني تشربيها بالخلطة حلوة قوي، وتسيبيها مع الخلطة كده نص ساعة، ساعة قبل ما تدخليها الفرن. ده هيفرق معاكي في الطعم جدا. بعد كده هدخلها الفرن اللي شغال على 260 على الشبكة، واغطيها طبعا بالفويل. تتساب معايا من ساعة الا ربع لساعة من غير ما ازود اي حاجة. ما شاء الله على الشكل والريحة والطعم. انا ما حطيتش معاها ميه ولا اي سوائل، احنا غطيناها كويس بورق فويل وسبناها في الفرن. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، طعمها جميل جدا، والشكل طبعا زي ما انتم شايفين حاجه جميله قوي. بصوا قد ايه هي سهله وسريعه، بس بتديكي نتيجه فعلا تستاهل ان انتي تعمليها. لو عايزه لونها يبقى احمر اكتر من كده بتزودي طبعا في اللون، هيديكي لون اكتر من كده شويه. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ان شاء الله. منساش نعمل لايك وشير واشتراك في القناة ومتابعة للصفحة. مع السلامة.